يا هلا والله احباب قلبي، شلونكم؟ شلون صحة؟ رب تكون بخير. عباس الركاب يقدم اعتذار الى قناة الشرقية على السالفة اللي سواها براس السنة. خلينا نشوف الفيديو انا وياكم الاخير ونفتهم السالفة. عباس ليش سوى هيك؟ السلام عليكم، أنا عباس الركاب اللي هسه نزلوني بقناة الشرقية اللي قالوا طفل مراهق وشايل سلاح بن فلان بن فلان. والله ما أعرف إنه أنا أبوي شهيد مات من 2014 زين، والسلاح اللي كنت شايله أنا السلاح كان سلاح عادي يعني هو بالصجم، وشلته وترخصت من الولد أنا بوقتها وقلت لهم راح أطلعه طبيعي، ومن باب الشقة وانا لا اذيت احد ولا زعجت احد ولا يعني حتى حكايه من عندي ما طلعت مو حلوه. وانا اقدم اعتذاري للقناة الشرقية واقدم اعتذاري للدولة واقدم اعتذاري للشعب، وانا كلش اسف وهاي غلطة وانا اعترف بغلطتي. ماكو احد ما يغلط، وانا طفل وواحد كانت بوقتها وكلها متونسة. يعني انا لما اشوف احد متونس لازم يعني واحد يشاركه. طبعا يعني اليوم اذا انت طفل وتشوف احد متونس طبعا راح تتونس وياه. اذا انت عايش ما عايش حياة حلوة مثل العالم كلش اعتذر. طبعا يعني هي غلطة وصارت بعد بواحد هم لازم يعني يتونس ويغير جو ويطلع ويطب وانا بوقتها يجوز الولد اللي وراي هذول السيارة الحكومية يجوز ابوهم منتسبين او عندهم عرف او هم منتسبين، فالولد انا اعرفهم زين، فيجوز هم عندهم ظهر. انا اليوم ما عندي ظهر، يجوز انا ما عندي ظهر. انا قلت لكم ابوي مستشهد، يعني شلون انا بهاي الحالة شو اسوي؟ انا قلت لكم